الطماطم اللي ضربتها في الخلاط، وهسيب الطماطم على النار تتسبك براحتها خالص. بعد ما الطماطم تتسبك هنزل بمعلقتين صغيرين سكر ومعلقتين صغيرين بصل بودرة ومعلقتين صغيرين بابريكا، وطبعا ظبطوا الملح بتاعها. والصلصة على النار بتتسبك قطعت طماطم وفلفل قطع صغيرة جدا، وجهزت الجبنة الموتزاريلا وميكس الجبن بتاعي في طبق، وجهزت الصواني بتاعتي كلها ودهنتها بالزيت، والعجينة بتاعتي كانت خمرت خلاص. نقلت كل حاجة على الترابيزة اللي هقعد اشتغل عليها وبدأت اشتغل. اولا العجينة خمرت، كانت طرية جدا جدا، خدت منها حتة صغيرة قوي على ايدي، شكلتها في شكل كرة صغننة وبططتها كده في الصينية وهي مدهونة زيت، وكملت باقي الصاج كله بنفس الشكل. بعدين دهنت العجينة كلها بالصلصة وحطيت عليها فلفل وحطيت عليها طماطم، واخر حاجة حطيت عليها الجبنة الموتزاريلا وميكس الجبن. سخنوا الفرن من قبلها على اعلى درجة حرارة ولمدة نص ساعة. دلوقتي الصاج بقى جاهز ان هو يخش في الفرن.